عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ حورية. هانيا لاباس عليكم، اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحة جيدة، ويلقاكم ان شاء الله الفيديو بخير وعلى خير، والله يرزقنا ويرزقكم الصحة والسلامة والتيسير. اليوم ان شاء الله نخدم معكم معلكة القرقاع واللوز، كتجي غزالة. فايتا حاطة معكم مقادير اخرى، دابا ان شاء الله مقادير شكل اخر. نبداو بالصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. كما كتشوفوا المقادير عندي، أنا غنبدا معاكم. عندي قشور ديال الليمون معسلة غادي نطحنهم، عندي واحد 2 معالق كبار، معلقة ديال الزبدة ما يعادل 50 غرام، قبصة د الملح، 2 خمارات، 4 البيضات، عندي نص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الجوز أولا القرقاع، وعندي كاس ديال سنيدة، ومعلقة ديال الطحين، ومعلقة ديال الكليكوز، وسكر كلاصي باش نفندو ان شاء الله. هيا البنات قلت لكم 2 خمارات، لا 2 فاني وخماره وحده، سمحوا لي، 2 فاني وخماره وحده. واللي بغى يدير القرفه يدير القرفه. هانتوما انا دخلت الفران داك القرقاع، دخلته صهدته شويه وحيت له القشره وطحنته، طحنتهم مهرمشين، ماشي مليلين بزاف، غير مهرمشين صافي. وكندوز نبدا في القصعه. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، بغيتو تذوبوها بغيتو تخليوها هكاك، انا عندي يعني في حراره المطبخ ما عندي لاش ندوبها، ولكن نتوما بغيتو تذوبوها ذوبوها. عندي معلقه كبيره ديال الكليكوز. هنا البنات المعلقه ديال الدقيق رانا نسيت ما حطيتهاش، ولكن في الاخير انا غتشوفوني حيت نسيتها، وانا عاد درتها من بعد، انا قلتها لكم دابا. كتقلكوا هادشي مزيان، وكتدخلوا داك القشور ديال الليمون معسله مع هاد الخليط القرقاع واللوز مع السنيده الفاني المليحه وديك الخميره حتى هي درتها. انا دابا درت 2 ديال البيضات، وكتخلطوا وكتشوفوا. المهم انا 4 البيضات كاملين درتهم، حيت انا درت 2 بيضات في الاول، وبقيت كنخلط وكندلك. دلكو مزيان، كل ما دلكتو الغريبات كل ما كيجيوكم مزيانين. انا زدت البيضه اخرى. من مور هاد المقطع غادي تشوفوا الطحين، عاد تفكرتو وغادي نزيدو عليه، وغادي نزيد ديك البيضه اللي بقات ليا، يعني 4 البيضات، نص كيلو ديال اللوز مطحون بقشورو، غير مسحوه مزيان بواحد الخريقه وطحنوه بقشورو، ونص كيلو ديال القرقاع او الجوز تا هو دخلوه الفران. انا زدت هنايا ديك معلقه ديال الطحين، غير دقيق الفورس، دخلته الفران وخرجته، حيت له ديك القشره اللي كتكون فيه، وطحنته تا هو ماشي مطحون مليل، غير مهرمش صافي. كنزيد كاس ديال العنبه ديال السكر، قبيصه د الملح، 2 فاني، و2 معالق ديال قشور الليمون معسله، كطحنوهم وكتزيدوهم. وانتم بغيتو ديروا اللي بغيتو ديروا، يا القشور الحامضه ديال تحكوا حامضه، يا القرفه اللي بغيتو. انا خدمت معاكم المره اللي فايته القرقاع الغريبه هاد المعلكه ديال القرقاع بطريقه اخرى ومقادير اخرين. قلت لكم معلقه كبيره ديال الكليكوز. صافي هنا دلكتها مزيان، جبت الميزان ديالي وعبرت 18 غرام باش يجيو للسيده قد لحقاش غير الدار، ماشي زعما غير العيد، ماشي المناسبه ولا شي حاجه. ودرت ليها سطر عادي وسطر بالقرقاعه، يعني سطر درت فيه حطيت فيه قرقاعه، وسطر كنضغط عليها بالمعلقه، يعني بسكر كلاصي. صافي ندير قطي شويه ديال الزهر في يديا، وكنبدا نلوي مزيان بديك
غريبه ما بين يديا بديك السكر كلاصي، وكنحطوها في الطاوه. هانتوما غير بالظهر ديال المعلقه ضغطوا راه كتجي غزاله. ولا بغيتوها كامله ديروا فيها الكركاع ديروها كامله فيها الكركاع. انا درت النص فيه الكركاع والنص ضغطت عليه شويه بالمعلقه الظهر د المعلقه. انا غنكمل هنا وانا غادي نسخن دابا الفران عندي كيسخن. الا كان عندكم الفران ديال الضوء غتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت، ما تفوتوش فيها 5 دقائق وخرجوها، لان الا مشات طابت بزاف غادي تجيكم قاصحه من بعد ما كاينلاش. واللي عنده الفران الغاز، انا عندي غير فران الغاز كنشعلو يسخن مزيان. ملي كندخل الحلوى ديالي للفران كنديرها في الرف التحتاني في خطره العافيه كتشوف في الوجه ديال الملوزه، وكنقص عليه شويه وكنخليها 5 دقائق لتحت بين ما طرطقات وتشقات مزيان، وكنطلعها الفوق 1-2 دقائق وكنخرجها. يعني المجموع 7 دقائق حتى 8 دقائق ما تفوتوهاش. هانتوما كتشوفوا انا خرجتها من هبط من التحت طلعتها الفوق وخرجتها خليتها بردات وجمعتها هي والسيده بغاتها هي والكعبه. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم وتجربوها في اي مناسبه. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي بحول الله وفرجه ممتعه.